فضلا إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك ليرى الجميع عدد كبير من المسلمين في هذا الفيديو. السلام عليكم. رجل فرنسي استهزأ بالمصحف الشريف ثم حرقه أمام الجميع، فشاهد ماذا حدث له. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا اللايك ليرى الجميع أكبر عدد ممكن من المسلمين في هذا الفيديو. هذا الرجل الفرنسي استهزأ بالمصحف الشريف وحرقه أمام جميع الناس. لنشاهد المقطع سويا. ولكن من سوء حظه قد رأته سيدة مسلمة وهو يحرق المصحف، فشاهدوا معنا ماذا فعلت معه وماذا قالت له بعد أن حرق المصحف. هل أحسست بأنك قد فعلت شيئا بطوليا بعد حرقك للمصحف؟ من السهل عليك أن تحرق هذا الكتاب، ولكن من الصعب أن تنجو من عذاب الله في الآخرة. هذه النار التي أشعلتها في هذا المصحف سوف تصلها في الآخرة، ولكن نار الآخرة أشد بكثير. ستتذكر هذا المشهد يوم القيامة. أنت أحرقت كلام الله والله سيحرقك في الآخرة. هكذا ردت عليه هذه السيدة المسلمة. ولكن الغريب أن هذا الرجل الفرنسي كرر ذلك الأمر مرة أخرى. لقد حرق إحدى المصاحف مرة أخرى، ولكن هذه المرة لقنه أحد المسلمين درسا لن ينساه. ونحن الآن قادرون على أن نحرق كتبكم أيضا، قادرون، لكن تعاليم ديننا لن تسمح لنا بذلك. القرآن الكريم هذا هو القرآن الذي تهينونه. لا نؤمن بالكتاب القرآن إلا أن نؤمن بالإنجيل. كما شاهدتم لقد قال له بإمكاننا أن نحرق كتابكم، لكن ديننا يأمرنا بأن نحترم جميع الديانات. أنتم تستطيعون فعل ذلك لكننا لا نستطيع. إذا أحرقنا كتابكم لنكون مسلمين. يقال بأن هذا الرجل فرنسي الجنسية ولكنه مقيما في أمريكا. وأخيرا لا تنسوا عمل لايك للفيديو ومشاركة الفيديو مع أحبابكم لنستمر معكم في نشر المزيد إن شاء الله.